بما اني بحب لبس الملاحف والكارديهات وبستسهلها، اتعلمت وشفت الاختراع ده قلت اعمله معاكم. هنعمل احلى كاردي بحتة قماشة وابرة وخيط. اقسم بالله ما هنلمس المقص ولا هنقص ولا هنخيط ولا هنعمل اي حاجة. هنعمله من الاول للاخر بالابرة والخيط. يلا خليكم معايا لاخر الفيديو، واللي مشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، واللي لسه ما تابعنيش على صفحة طبخة وشنطة اتمنى ويشرفني انه يتابعني، ولايك وكومنت وشير كتير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ونقدر كلنا نستفيد من بعض. يلا عشان نشوف الجمال ده اللي هنلبسه كلاسيك وهنلبسه كاجوال هنعمله ازاي مع بعض. اختراع يا كوتش. نسمي الله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انا معايا حتة قماش مترين وإبرة وخيط. قماشة عندك بقى حابة تشتريها، دي قماشة مترين، طبعا عرض 150. مفيش مقص معانا، مفيش اي حاجة معانا غير هي القماشة والخيط والإبرة. تمام كده. هفرد القماش معاكم زي ما انتوا شايفين. تمام. وكل اللي انا هعمله ان انا هتني يعني القماش كده هجيبه زي بالعرض اهو، بعرضه كده، وهتني تانية من هنا وهتني تانية من الناحية التانية، وطبعا لازم تكون متساوية زي ما يكون كده بلوزة وليها فتحة في النص، زي ما يكون بلوزة مفتوحة كده بزراير. يا رب المقصود اللي انا عايزة اوصله لكم تكونوا فهمتوه. تمام. تنينا من الجنب ده ومن الجنب ده وسيبنا فتحة في النص، وما يعني ما لزقناهمش في بعض، وسيبنا بتاع مسافة 3 قيراط، يعني اكنه حردة رقبة من ورا. دي مسافة الرقبة. تمام. يبقى تسيبوا بعد ما تتنوا كده تسيبوا مسافة من النص الفتحة دي تبقى بتاع 3 أو 4 قيراط، يعني بتاع 3-4 صوابع لحد هنا. والدنيا يا رب تكون واضحة لكم. تمام. اهو القماشة كاملة قدامكم اهي. نجيب بقى ابرة وخيط، وهنخيط كله خط ستريت، خط مستقيم، بدون تنايات، بدون حردات، بدون زوايا، بدون اي حاجة. مش بقول لكم تحفة وسهلة يعني. هاتوا عيلة صغيرة 6 سنين وادوها حتة قماشة وتشوف الفيديو ده هتعملوا احلى قردي. ويا سلام بقى لو عندكم نظام الطرح الكبيرة قوي اللي بتيجي بقى من بره دي، الخليجية والحاجات دي، ممكن تعملوا منها الفكرة دي تبقى تحفة. تمام. طبعا ده اللون اللي كان عندي، وانتوا متاح ليكوا تبقى قماشة سادة، تبقى قماشة منقوشة، براحتك خالص. انا خيطت على خط مستقيم زي ما انتوا شايفين، وهسيب بتاع شبر في الاخر مش هخيطه، شبر بايدي مش هخيطه. ونفس الكلام الناحية التانية هتبقى واضحة ليكوا اكتر. القماش ده طبعا اي قماش بيبقى فيه بورسل، دايما البورسل بيبقى من الجنبين كده في الخياطة، لا هو البورسل ده هيبقى في ديل الكاردي من تحت، في الطرف من تحت، وفي الكتف من فوق. تمام. انا كده خلصت اهو الخياطة من الجنبين. احنا كده الكاردي بتاعنا تقريبا خلص. وادي الجنب ده، وهسيب الشبر ده اللي هدخل فيه دراعي او ايدي. تمام. هاتني بقى من الجنب ده ومن الجنب ده الفتحتين دول تنظيف طبعا للقماش، وده لما يتعدل هيبقى شكله بالشكل ده اللي انتوا شايفينه. انا عندي مكنة بقى، قلت امكن الجنبين اللي انا خيطتهم دول بالخيط الاسود، وخيطت بخيط اسود عشان يبقى واضح ليكم. انا خيطت كده زي ما انتوا شايفين بالجنبين بالطريقة دي. ولو مش حابين تخيطوا عايزين بالابرة والخيط بس تنفع. انا والله العظيم مرة عملت فستان لبنتي، اقسم بالله كان سواريه وحضرت بيه فرح من الاول للاخر بالابرة والخيط، وما كانش حد مصدق انه بالابرة والخيط. مفيش مستحيل، مش عشان ما عندكيش مكنة يبقى ما تخيطيش. تقدري تعملي كل حاجة حلوة وتتعلميها
بأقل الامكانيات المتاحة عندك. ممكن يتلبس سادة كده طبعا، بس انا حبيت ازخرف الموضوع بقى وادلعه شوية، فكان عندي حتة ركامة زي ما انتوا شايفين كده. دي باقية كانت من بلوزة، قلت اجيبها والله اللي انا مفرغة الشكل الحلو الجميل اللي انتوا شايفينه ده بالطول كده، واحطه زي زينة على طرفين الفتحة بتوع الكاردي. يا رب يكون الشرح واضح ليكم وتكون طريقتي سهلة، وانا زي ما بتعلم بحاول ان انا اوصل لكم ان انا اتعلمت والموضوع سهل، وحابة انتوا كمان تبصوا وتشوفوا وتتعلموا وتعملوا وتبسطوا نفسكم وتبسطوا ولادكم، فيدوا بيتكم بأقل الامكانيات. انا هحطه زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، وهخلي الجنبين بتوع الركامة دي كده زي الفراشة كده، زي جناحات الفراشة اللي تبقى من بره تدي شكل زي ما انتوا شايفين كده. وبرضو قصيت للجنب التاني، هثبته بالابرة والخيط وارجع لكم. انا ثبته زي ما انتوا شايفين، طبعا شكله بقى روعة، تحفة تحفة تحفة. وده الكاردي بتاعنا، حتة قماشة تنيناها من الجنب ده وتنيناها من الجنب ده، ويدوبك فتحتين لدخول الدراع وخلاص كده. يتلبس بالطريقة دي، تحته بيزك، بشوز كلاسيك، شنطة بورتفيه تحضري بيها مناسبة، منتهى البساطة والجمال. وممكن بنطلون زي ما انتوا شايفين كده برضو، واندر شيرت، تحفة وبسيطة وسهلة. وتعالى اوريكم بقى وهي متروشنة بقى بالكوتش بقى، والشنطة جميلة كروشيه من شغلنا التحفة الجميل. يا رب تكون عجبتكم، والسلام عليكم.